بيبقى في نادي بيتعامل مع وكلاء معينين، الوكلاء دول بيجيبوا لعيبه، لما بيجيبوا لعيبه الوكلاء بيطلعوا بنسبه كويسه. هل بقى في مسؤولين في النادي عاملين عقد شراكه من الباطن مع الوكلاء دول؟ ممكن. فالوكيل بيجيب اللعيب الاجنبي اللي بيقبض بالدولار، بيقول له ايه؟ بيقول له مثلا انت هتاخد 600,000 دولار في السنه، فانا كوكيل هاخد نصهم مثلا، او 40% او 30% وات ايفر، هاخد كل سنه منك. ده الوكيل اتفاقه مع اللعيب الاجنبي، يقول له مثلا هوديك نادي كبير في تونس، في مصر، في الجزائر، وهاخد منك 50% من عقدك كل سنه. فاللعيب يفكر هاخد نص المبلغ وهلعب في نادي كبير، نادي جماهيري، نادي هينقلني نقله تانيه، خلاص انا موافق. فتلاقي في انديه كبيره مستمره في عقودها مع لعيبه اجانب ليسوا على المستوى، عشان خاطر مسؤول الانديه دول مظبطين مع الوكيل اياه وبيقسموا مع بعض، واللعيب يفضل موجود. وصلت؟ يعني طول ما اللعيب الاجنبي ده النص لبه موجود وبيقبض بالدولار، بيدي نسبة للوكيل، والوكيل مظبط النسبة دي مع مسؤول او عدد من المسؤولين داخل النادي. فاذا لو لقيت لعيب اجنبي نص لبة مستمر، لعيب او اكتر يعني، لعيب او 2 أو 3، لو لقيتهم موجودين في نادي كبير او في نادي جماهيري لعيبة نص لبة، اعرف على طول ان الموضوع فيه لبة. وصلت؟ اللعيب ده موجود وبيجدد، لعيب اجنبي تعبان ملة، وممكن تلاقي لعيب مصري قده 10 مرات، ولكن اللي احنا مصممين نخلي اللعيب الاجنبي ده ونجدد له، عشان يفضل الوكيل كل سنه ليه نسبه من العقد بتاع اللعيب ده، والوكيل النسبه اللي بياخدها دي مقسم ومقطع مع احد المسؤولين في هذا النادي الكبير اللي بيجدد باستمرار للعيب الاجنبي النص لبه. الكلام ده لو سمعته من حد على السوشيال ميديا انا مش هطلع اتكلم تاني. ده قصة الصفقات المشبوهة اللي بتبقى موجودة في الأندية. تعالوا ندخل على موضوع تاني.